أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة الاتصال بهؤلاء الرجال الذين أكرمنا الله وإياكم بسماع كلامهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما أسمعنا هذا الكلام المبارك أن يحققنا بأفعالهم، وأن يذيقنا لذيذ شراب أفهامهم، ويحققنا وإياكم بأحوالهم الذين ارتبطوا بالله وارتبطوا برسول الله وارتبطوا بهذا المنهج الذي نحن وإياكم فيه. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكريمة وهذه المنة الجسيمة الذي لو شكرنا الله سبحانه وتعالى عليها عمرنا كله ما أدينا شكر هذه النعمة، شكر الارتباط. هذا الارتباط هو سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، أودع هذا السر في هذه الذات المشرفة المكرمة الذي قال فيها سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. هذه الذات المشرفة التي جعلها الله سبحانه وتعالى منبع الخلافة في الأرض، قال إني جاعل في الأرض خليفة. الحمد لله على هذه النعمة. وجعل المولى سبحانه وتعالى لنا ارتباط بهذا النبي الكريم وغيرنا ممن ارتبط بالأنبياء والمرسلين، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. مولى سبحانه وتعالى لا حاجة له بنا ولا بخلقه ولا بما أوجد سبحانه وتعالى، ولكن هذا الأمر كان نعمة من نعم الله علينا وعليكم، وهذه النعمة هي نعمة عظيمة، وجعل من هذه النعمة مرجع. الحمد لله الذي جعل مرجعنا هو الله، قال إن إلى ربك له الرجعة. هذه مرجع، الحمد لله. كل واحد منا يبحث عن مرجعية يرجع إليها ويلتجئ إليها، ونحن وإياكم ارتبطنا بالله وارتبطنا برسول الله، فمرجعيتنا والله سبحانه وتعالى. إن إلى ربك له الرجعة، وكهفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا شكر هذه النعمة. وهؤلاء الرجال الذين نسمع كلامهم ونسمع قصائدهم، ونسأل الله تعالى أن يحققنا بذلك له بما سمعناه وما رأيناه من أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. الحمد لله، يربطنا الله سبحانه وتعالى به عن طريق هؤلاء الرجال، نعمة من نعم الله. صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. كان في مكة وحيدا، ما معه أحد، لا معه صاحب صلى الله عليه وسلم في فهمه، لا معه صاحب في إدراكه، لا معه صاحب في عبادته، لا معه صاحب في مجالسته. أصحابه كل واحد كان في عمله وفي شغله وفي حاله، لكن النبي كان في حال لوحده، وكان في فهم لوحده وفي إدراك لوحده. وهذا من أصعب الأمور على الإنسان، أن يكون الإنسان وحيد وقته. لما تسمعوا واحد يقولوا هذا وحيد عصره ووحيد دهره، تظن بأن هذا الأمر سهل. هذا الأمر صعب. لما يكون الإنسان وحيد معناتها أن هذا الإنسان في عزلة عن الناس وإن كان مع الناس. فكان صلى الله عليه وسلم عندما تضيق عليه الأمور في مكة يذهب إلى الجبل، يذهب إلى الكهف، حتى يعلمنا بأنه لا بد للإنسان من كهف. فكان صلى الله عليه وسلم وحيدا في كهف حتى أصبح الكهف كله صلى الله عليه وسلم، فأصبح كل واحد منا فيه ضيق وفيه هم يرجع إلى رسول الله. كان غار يتعبد في غاره، في غار حراء، لكن أصبحنا كلنا متعبدين ببركة هذا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعمة من نعم الله، واسطتنا إلى الله. ما عرفنا الله إلا من طريقه، ولا عبدنا الله إلا من طريقه، ولا ذكرنا الله إلا من طريقه، ولا جلسنا مجلس إلا من طريقه، ولا صلينا عليه إلا من طريقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعرفنا بهذا النبي هؤلاء الرجال الذين نسمع قصائدهم وكلامهم وارتبطنا وإياكم بهم، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. من يكون هذا ربه وهذا نبيه وهؤلاء مشايخه وأولياؤه، كيف يدخل اليأس، كيف يدخل الهم، كيف يدخل الضيق، كيف يدخل الكرب. الله سبحانه وتعالى الإنسان اليوم يبحث عن أخ في الله صادق،
يبحث. اليوم أصبح عندكم في زماننا وزمانكم الواحد يبحث عن شخص قال بخرج الضيق الذي فيه، يتكلم معك، تيجي تجلس مع واحد يتكلم معك ربع ساعة، صدع راسك وأوجع قلبك، وصدعت راسه وأوجعت قلبه، وخرجنا نحن وإياه لا وجدنا له حل ولا وجد لنا حل. أصبح الحل ارحل من التعب. لكن الحمد لله أننا لنا ملجأ. الله سبحانه وتعالى عرفنا بأنه ملجأنا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تشتد عليه الأمور، بالله عليكم تفكروا في سيرة النبي. احنا نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سردية، نسمع كلام العارفين بالله ونمر عليها مرور الكرام. كم في هذه البردة من المعاني، كم في موالد التي ألفت من معاني، كم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من معاني، كم في سيرته صلى الله عليه وسلم من معاني. هذه المعاني كفيلة بأن تكون طبيب نفساني، ما تحتاج إلى طبيب نفساني. كفيلة بأن تكون معلم، ما تحتاج إلى معلم إلا من أجل الارتباط، وإلا في حقيقة الأمر في الكتاب والسنة معلم. أحوال الرجال تعليم. سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عندما كان في مكة وما وجد له صاحب ولا رفيق في المنوال، في المنهج الذي هو فيه، عليه أفضل الصلاة والسلام، أوصله الحق سبحانه وتعالى إلى 40 سنة. مدة ما هي بسيطة، 40 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم وحيدا. 40 سنة. احنا الواحد مننا لو قس وحيده شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين قال ما حد فهمنا ولا حد داري بي ولا حد عرفنا. نبي 40 سنة وهو سيد الكونين، ما في مخلوق خلقه الله أشرف ولا أعظم ولا أكرم ولا أجل مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لو جمعت جميع المخلوقات بعرشها وكرسيها وملائكتها وما خلق الله مما علمنا ومما لا نعلم، إذا وضع في كفة، وضع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كفة، لكانت كفة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الكفة الراجحة، بل لا تقارن. هذا الكرم من الله سبحانه وتعالى، جعلنا وإياكم مرتبطين بهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم 40 سنة في حالة من حالات التعب، وبعد 40 سنة جاءه التعب الأكبر. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إيه القول الثقيل هذا؟ كلام الله الذي هي صفة الله، ألقيت حقيقة معانيها على ذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجاءه جبريل، ما حد قدر يحمل الحمل من الملائكة إلا جبريل، يلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمل ونزل إلى مكة، بيزيد عليه التعب ولا بيقل؟ رجل جاءه الوحي من قبل الحق سبحانه وتعالى، الذي خلق أبو جهل وخلق أبو لهب وخلق هذا وخلق هذا وخلق الأصنام وخلق الكعبة وخلق الأكوان كلها. جاءوا هذا المنهج، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما أخبره الله سبحانه وتعالى. زاد التعب تعبا والضيق ضيقا والهم هما. عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم استقبلوه؟ ما حد استقبله إلا قليل. حتى أنه صلى الله عليه وسلم من شدة التعب والألم خرج، ضاق من مكة مع أنها مسقط رأسه، وخرج إلى الطائف. وجاء أهل الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالورود لا، جاءوا بالأحجار ورموه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف العبارات، قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، ضعها بين قوسين وقف عليها لعد تقرأ الباقي. قال اللهم إني أشكو إليك ليس ضعفي، نحن نقول ضعفنا، لكن قال ضعف قوتي، لأنه يعلم أن الله قد أفاض عليه من القوة التي لا توجد في جميع الأكوان، ومع ذلك اعتراف منه صلى الله عليه وسلم قال أشكو إليك ضعف قوتي. هذا تحدث بنعمة الله، دعاء في تحدث بنعمة الله وفي اعتراف بالضعف، لأنه قوي، قواه الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم لم ييأس. فقال كأن الحق سبحانه وتعالى يعلمنا من هذه القصة. تعب النبي في مسقط راسه فتحول إلى مكان آخر ليجد التنفس. أنت لما تضيق من مكان تقول مخلوق بتنفس،
أصحاب سيئون جاءوا من سيئون قالوا بنتنفس في عدن. عرفتوا كيف؟ نحن نروح إلى حضرموت نتنفس. الواحد يحتاج إلى تغيير. النبي صلى الله عليه وسلم راح بيغير من مكة إلى الطائف، ما حصل الله طائف، حصل التعب، حصل العناء، حصل صلى الله عليه وسلم الرجم، أدموا قدمه عليه أفضل الصلاة والسلام. فيقول له الحق سبحانه وتعالى: هذا حال الدنيا وهذا حال أهلها، ولكن المتنفس الحقيقي عندي. فأخرجه الله من الدنيا وما فيها، ومن إطار الدنيا وما فيها، ثم من إطار السماوات وما فيها، إلى أن أوصله في مكانه. قال له المتنفس عندي: إن إلى ربك الرجعى. عرفتم؟ أرجعه إليه وراء الحق سبحانه وتعالى، وخاطب الحق سبحانه وتعالى. ما حد حصل على شرف مثل هذا؟ ما حد صلى الله عليه وسلم. لكن بعد العناء والتعب. هذه إشارة بارك الله تعالى فيكم بأننا وإياكم لن نرى في الدنيا إلا التعب والنصب، ولكن كيف نلقى المتنفس؟ قال: إن إلى ربك الرجعى. لا بد أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. مجلسنا الذي تجلسوه فيه رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، دروسكم، تعليمكم، توجيهكم، ارتباطكم بالله، ارتباطكم برسول الله، ارتباطكم بأولياء الله الصالحين، هذا من المتنفس، كلها من المتنفس. فلهذا بارك الله تعالى فيكم اشعر بأنك في هذه الدنيا وكأنك وحيد، كأن ما أحد معك. الآن نحن وإياكم نجلس أكثر من 10 و20 و30 و40 و50 شخص. في معك معين في المجلس، في معك معين في السماع، في معك معين في التعليم. النبي كان لوحده صلى الله عليه وسلم، لكن كان يتنفس من إيه؟ مع الحق سبحانه وتعالى، ويجالس الحق سبحانه وتعالى لأنه مرتبط بالله. ولهذا بارك الله تعالى فيكم عندما تسمعوا كلام الصالحين وحالهم، كان يقول سيد الحبيب بكر رحمة الله عليه من معاني كلامه، كان يقول: ليتني كنت راعي غنم. عرفتوا راعي إيه؟ راعي غنم. من حال له، من الحال الذي يراه. لكن هؤلاء يا خير رعاه ما رعوا الغنم إلا احنا الغنم الذي نحتاج إلى رعي، نحتاج إلى فهم، ونحتاج إلى إدراك مما نراه ونشهده. فلهذا بارك الله تعالى فيكم لا يصيبكم إحباط. من كان معلم لا يصيبه إحباط، من كان متعلم لا يصيبه إحباط، من كان في هذا المنهج لا يصيبه إحباط. ترى العالم كيف مخبوط، العالم كل يوم يخبطوا مكان، كل يوم يخبطوا مكان. بلادنا ما حصلت عافية وغيرها من بلدان المسلمين، لكن الحمد لله أن في مرجعية، في معنى مرجع نرجع إليه. يا أخوان الدنيا كلها فانية، بتنتهي بحلوها ومرها، في معنى مرجع، بنرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي معنى في الدنيا مخرج، ففروا إلى الله، بنفر إلى الله. كيف فروا إلى الله؟ كيف بنفر إلى الله؟ فين بنفر إلى الله؟ إذا بنفر إلى الله ارتباطنا بهذا المنهج، ارتباطنا برسول الله، ارتباطنا بالعلم وأهل العلم. ولهذا الحق سبحانه وتعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. طيب نحن الآن نذكر الله تعالى في ملأ ولا ما نذكر الله في ملأ؟ نذكر الله تعالى في ملأ، ونذكر الله تعالى في أنفسنا، نذكر الله في أنفسنا. هناك الذكر الأكبر، والذي يكون مذكور في عالم السماء ما ينسى. الذي يكون مذكور في عالم السماء ما ينسى. الذي ينسى الذي في عالم الايه؟ اللي في عالم الأرض، لأن الأرض كلها دار نسيان، دار نسيان. خاطبنا الله تعالى وسمعنا خطابه ونزلنا إلى الأرض ونسينا. قال: وما كان ربك نسيا. حاشا المولى سبحانه وتعالى أن ينسى عبد المرتبط به. ولهذا بارك الله تعالى فيكم خذوها نصيحة: لا تيأسوا، لا يصل إليكم يأس ولا يصل إليكم إحباط، لأنكم مرتبطين برب الأرباب سبحانه وتعالى. إخواننا في سيئون جاءوا من تلك البلاد وجزاهم الله تعالى خير، قائمين بدور. المدرسون في تلك المناطق أو في الأماكن يصيبوا إحباط. الناس يقول لك ضدنا، ما رضوا يفهمون، احنا ما حد رضى يفهم، احنا صلحنا معلمة ما فهمون، احنا صلحنا أربطة ما فهمون، احنا واحد فتح معهد قالوا ما فهمون، احنا ما لكم مع الخلق، اتركوا الخلق واشهد الخالق. وش تبغى من الخلق؟ الإمام السيوطي، تعرفوا الإمام السيوطي؟ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كان من أكابر العلماء، حتى أنه بلغ من العلم مبلغ.
قالوا كان عمره 17 سنة أو 18 سنة جالس في مكتبة، من حبه للعلم، حبه للاطلاع، حبه للتأليف، بدأ يؤلف عمره 17 سنة. فترة من هذه الفترة إلى أن بلغ 40 سنة ألف فيها 300 كتاب. 300 كتاب، هو جالس ما بين التعليم والتأليف 300 كتاب، حتى وصل بالناس أو البعض يسرقه، يقول هذا سارق، وهو جالس في مكتبة يلفلف من كلام له العلماء، حاطب ليل لفلف وصلح مؤلفات وقال إنه عالم. يوصل الإنسان إلى مرحلة من مراحل الضيق والتعب، فأراد أن يعتزل الناس. كفى 300 مؤلف اليوم مع المكاتب الشاملة ومع الكتب المطبوعة، ما حد قدر منه يكتب كتاب. بعد ما ألف 300 كتاب وصل عمره إلى 40 سنة، قال خلاص الآن بتعبد ربي. وكان يسمع مما يقال أنه سارق وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، خلاص حتى ألف كتاب ما أذكر اسمه، يعني من ضمن هذا الكتاب أنه ألفه اعتذار بترك التدريس، يعني كتاب ما أدري اسمه في ترك التدريس، خلاص يعني وألف كتاب. وجلس ما بين 40 سنة إلى 63 سنة ألف فيها 400 كتاب، كمل 700. يا خير يأس، ويا خير هم، ويا خير ضيق، ويا خير كرب، ويا خير عزلة، ويا خير خلوة. احنا لو اختلينا رأينا الحرام في الجوالات، وإن اعتزلنا الناس عصينا الله بالسر. عاد عصيانك الله تعالى بالسر أشد من عصيانك بالعلن، لأنه في العلن تشاهد الناس وإيش بيقولوا عليه، أما في السر ما حد داري بي، نسوا الله. هذه العزلة، هذه الخلوة، هذه الهمة، هذه همة. الله يبارك فيكم. احنا الواحد مننا لو واحد كدر عليه ولا ضيق عليه ولا كلمه بكلمة قال البلاد ما عاد تصلح، والدنيا كل أبوها ما فيها خير، لا إله إلا الله، الدنيا ما فيها خير والحياة ما تصلح، لكن عاد ربك معك ما قفل بابه، وعاد نبيك معك ما قفل بابه، وعاد أولياءك معك ما أغلقوا بابهم. قالوا ما عادش الأولياء ماتوا وراحوا في البرازخ، راحوا في البرازخ. أنت يروح أبوك ولا أمك تسافر أمريكا تتواصل معهم عليه بالجوال، ماشي معك جوال رباني تتواصل مع أهل مع أهل السر. إذا ما عندك وما عندنا هذا الشيء نقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واللهم إيش بتقول؟ اللهم اللهم نفحة من نفحاتك، اللهم عطية من عطياتك، اللهم كرم من إكرامك. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمكم بأنه معه أقوى خط. حد معه إيش أقوى خط عندكم أنتم؟ الخطوط هذه اللي كل يوم يجيبوا لكم نوع من أنواع الخطوط مشان النت. ليه؟ قال يقرب 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 من القمر الصناعي، مع لما إلى القمر الصناعي وبعدها لا وين صلى الله عليه وسلم ايش من قمر صناعي معه؟ قمر رباني. وانت قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام، واحد نايم كذا شل نفسه ضبحان ضيق قيان نام، لكنه مرتبط برسول الله، نام. وبعدين النايم العينان وكاء السهم، لقد نام الإنسان يخرج منه كل بلاوي، ولا ما هو داري بنفسه، ما هو داري بحاله، وهو نام وهو مرتبط برسول الله. يرى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا النبي في تلك اللحظة الذي أنت فيها نيم ورأيتني، عادك بقى تكرم بإكرام أعظم. بسبب إيه؟ بسبب النومة، يا خير نوم. قال من رآني في المنام، قال سأحقق له ذلك الأمر وسوف يراني في اليقظة ولا يخاف من الاختلاط، إن الشيطان لا يتمثل به. طيب هذا إذا كان الإكرام بسبب النوم، فكيف الإكرام بسبب اليقظة؟ والنبي وينه؟ في البرزخ. وكيف نشهده في اليقظة وهو في البرزخ؟ أي قوة؟ هذه القوة التي تأتيك من الارتباط، قوة التي تأتينا بالارتباط بالله برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن احنا نبغى ولاية كذا سريعة شيء بلا،
بلا شيء، ماشي شيء بلا شيء، ماشي إلا بشيء. كان يقول سيد الحبيب حسن الشاطبي رحمة الله عليه، قال كان يقول بعض الأولياء من عرفناه وعرفناه قال الذي من عرفناه أو عرفناه له ما لنا وعليه ما علينا. قال الحبيب حسن أما له ما لنا قال فنريدها، أما عليه ما علينا ما نريدها، ما عندنا قدرة لها. لكن بقوة الارتباط وحسن الارتباط يحصل هذا. فلهذا الله يبارك فيكم، أنتم طلاب أربطة وطلاب ارتبطتم بالله برسول الله وبأولياء الله، اصبروا على ما أنتم عليه. أنتم في زمان ولله الحمد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بحاجة اسمها الغربة. والغربة شوفوها تقول الغربة كربة، ولا لا، الغربة في زمانكم ما هي كربة، الغربة إلا وسيلة من وسائل الاتصال. قال النبي بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. منهم الغرباء قال الذين يحيون ما أمات الناس، ومن أحيا ما أمات الناس من سنة النبي أحياه الله سبحانه وتعالى. فالله يبارك فيكم، ابعدوا عن الضيق والهم الذي يضيق الإنسان، يتعب الإنسان، يضعف الإنسان. لكن اعلموا بأنكم على الطريق الصواب، على طريق الحق، ما دمتم ألسنتكم ذاكرة لله وقلوبكم معمورة بالله ومجالسكم معمورة بالله. هذا الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. جزاكم الله خير، وجزا الله اخواننا واهلا وسهلا باخواننا من سيئون. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون قدومهم الى هذا المكان المبارك والى هذا الرباط المبارك وعدن وغيرها من المناطق الثانيه تنوي نيات حسنه وتنوي نيات صالحه، فيها حسن الظن، فيها حسن الاستقبال، وفيها حسن الاقبال. لا حاشا المولى سبحانه وتعالى ان يرد انسان الا بكمال عطاء وافر، وخاصة إذا حسنت النيات وحسنت الطويات. ترجعوا إلى بلادكم تنشرون العلم فيها. سيئون أيضا ما شاء الله الحمد لله فيها العلم، لكن أنتم ولله الحمد شباب عندكم من الهم وعندكم من الهمة، ويحصل للإنسان سر من أسرار الله، من أسرار التعب التي توصل إلى الله. الإسراء والمعراج، إسراء ومعراج باطل لنا ولكم حتى نصل إلى مولانا. يموت الإنسان والله تعالى راضي عنه، يموت الإنسان ورسول الله راضي عنه. يكفي إذا مت على لا إله إلا الله والله راضي عنك، بتنسى التعب وبتنسى النصب وبتنسى كلام الناس وبتنسى هم الناس وبتنسى ايش يقولوا عليك، لا يقولوا عليك الناس. اقبل على الله واصدق مع الله، اصدقوا في أقوالكم، اصدقوا في أفعالكم، واقبلوا على الله سبحانه وتعالى، والله يقبلنا على ما فينا. الله سبحانه وتعالى يقبل على ما فينا. لا تظن انه يدور مننا، قد عارف نحن ضعاف ونحن لا، كما قال بعضهم مرعبلين. اللهم اقبلنا على ما فينا. والدنيا وما فيها حلوها ومرها بيجيك، سواء كان قليل ولا كثير من رزق الله. لكن الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أهل الارتباط ورزقنا وإياكم هذا الارتباط، وفقنا وإياكم ويحب ورضاه. جزاكم الله خير وبارك الله تعالى فيكم، في الجايين وفي الحاضرين، وجعلنا وإياكم إن شاء الله ممن تحققت فيهم معاني الارتباط الظاهر والباطن بالله وبرسول الله وبأولياء الله ظاهر باطن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتحة بالقبول وتمام كل سور ومأمول وصلاح الشان ظاهر وباطن، وإلى حضرة